السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على قناة وصفات آدم وكريم. كنتمنىكم يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فاليوم ان شاء الله وكيف كتشاهدوا في الصور فغنحضر معكم حرشة بطريقة سهلة وبسيطة. غنحضروها فقط بالماء وغنعطيكم بزاف ديال النصائح بالنسبة للاخوات المبتدئات اللي ما كتنجحش معاهم الحرشة اولا كتكسر معاهم. فتابعوا هذا الفيديو غادي تستافدوا منه بزاف. ندوز معكم مباشرة المقادير والطريقة. فبسم الله على بركة الله. هنا غنوريكم النوع ديال السميده اللي كنستعمل لانه بزاف ديال الاخوات كيسولون عليها فاش كنحط شي وصفه فيها هكا سميده. فانا كناخذ هذا النوع هذا بالنسبه للاخوات اللي في ايطاليا كيتواجد في البيني ماركت، يعني كنحضر بها البغرير والحرشه والبسبوسه. غادا ناخذ منها 3 ديال الكؤوس، دائما العبار بالكاس ديال العنبه، 3 ديال الكيسان يكونوا وافين. كي كتشوفوا راني هكا درتهم في واحد الغربال اولا واحد الشبكه، ضروري ما نغربلوهم باش كنتاكدوا بان ما فيهم شي حاجه. صافي من بعد ما وضعت دوك 3 د الكؤوس ديال السميده الرقيقه غادي نضيف ليها نصف كاس ديال زيت المائده اولا الزيت النباتي. تقدروا تعوضوا زيت المائده بزيت الزيتون الا بغيتوا. ضفت كذلك ملعقه صغيره تكون ممسوحه ديال الملحه اولا الملح، واحد 4 معالق صغيره ديال الخميره الفوريه باش كتجينا هاد الحرشه يعني كتجينا رطبه ما تجيناش يعني قاصحه. وضفت ملعقه صغيره ديال الزبده، هنا استعملت غير الزبده ديال البواطه، تقدروا تعوضوها بالزبده الحيوانيه. صافي كيف كتشوفوا غادا نبسبس مزيان ديك السميده بالزيت مع ديك الزبيده. ضروري ما تبسبسوها حتى كتلبس لكم كامله بديك الزويته مع الزبده. كيف كتشوف كيولي هكا الشكل ديالها. غنضيف ليها ملعقه كبيره ديال العسل اللي تقدروا تعوضوها بالسكر سنيده اولا السكر حبيبات. وكنضيف كيس ديال خميره الحلويات اولا البيكين باودر من وزنيه 7 ولا ديال 8 غرام، انا هنا استعملت 8 غرام. صافي ونبدا نضيف السوائل. بالنسبه لهاد الكميه تاع السميده غادي تهز لكم كاس ونص ديال الماء يكون دافي. تقدروا تعوضوا الماء بالحليب الا بغيتوا، عوضوا الماء بالحليب. انا هنا استعملت الماء باش يعني تكون اقتصاديه اكثر. ضفت كاس ونصف ديال الماء يكون دافي، وكيف كتشوفوا غير برؤوس الاصابع ديالي كنبدا نخلط، يعني ما تعجنوش غير برؤوس الاصابع. كتبان لكم راها مرخوفه بزاف ولكن يعني راكم كتعرفوا السميده راها كتشرب. غنخلطها مزيان كما قلت لكم غير برؤوس الاصابع. صافي وكنجمعها بهذا الشكل هذا. غاديه نغطيها بواحد هكا بواحد الغطايه وغنخليها هكا ترتاح ليا واحد 10 ديال الدقائق على بال ما نوجد المقله اللي غادي نحضروا فيها الحرشه. بالنسبه للمقلاة فانا استعملت هذه المقله اللي كتكون ثقيله. تقدروا تستعملوا اي مقله عندكم، ماشي ضروري هذا النوع هذا، المهم تكون شويه ثقيله ما تكونش خفيفه بزاف باش ما تحرقش لكم يعني الحرشه وتبقى لكم خضره من الداخل. المهم استعملوا اي مقله عندكم تكون ثقيله. كما شفتوا راني دهنتها مزيان بالزبده، دائما انا درت غير الزبده ديال البواطه. وغادي نرشها بشويه ديال السميد، يعني نفس السميد اللي درنا به اولا اللي خلطنا به الحرشه. غادا نرشها هكا مزيان باش ما تلصقش لينا يعني الحرشه ديالنا في المقله. غنحاول هكا نرشها مزيان. صافي كي كتشوفوا من بعد ما وجدت المقله ديالي غندوز الخليط ديال الحرشه اللي حضرت معكم، يعني خليته واحد هكا 10 ديال الدقائق. ما تخليوش الحرشه ديالكم تتنشف بزاف، يعني مره طلعوا عليها لان كتبقى على حسب النوعيه ديال الحرشه. هكا ملي تدوز واحد 5 دقائق طلعوا عليها. ما تخليوهاش تتنشف بزاف لانه فاش غتجيو تقرصوها غادي تهرس معكم. بالنسبه لي انا خليتها 10 ديال الدقائق لان كما شفتوا القوام ديالها راه كان خفيف بزاف. خليتها 10 ديال الدقائق وراه كيبان لكم القوام ديالها. كديروا ليها هاد التقنيه هذه باش كتكور معكم بوحدها، يعني بلا ما تهزوها هكا بيديكم. كتبقاو تدوروا فيها في داك البول، يعني فاش خلطوها كتبقاو تدوروا حتى كتكور غير بوحدها. كما قلت لكم راه كيبان لكم الخليط كيفاش انه يعني راه مرخوف. ما تخليوهاش حتى تنشف بزاف. انا خدات معايا كما قلت لكم 10 تاع الدقائق. رشيت ليها الوجه ديالها بالسميد، راكم كتشوفوا كنرش بالسميد وكنقرص، يعني ايد كتقرص وايد كنشد بها هكذا من الجناب باش كنقاد ليها الشكل ديالها. وضروري هكا ما ترشوا.
يعني السميد. بالنسبه للحرشه ما ترققوهاش بزاف وما تخليوهاش عاوتاني غليظه، لانه درنا فيها الخميره تاع الحلوه راه كتزيد كتنفخ، يعني فاش كنطيبوها كيتزاد الحجم ديالها. ما ترققوهاش يعني بزاف وما تخليوهاش تاني غليظه، لانه فاش غتنفخ تولي يعني غليظه بزاف. من بعد ما قاديتها كي كتشوفوا كنجيب هكا شي معلقه ولا باش كنقاد ليها الجنيبات ديالها وكنرش ليها الوجه. وكي كتشوفوا كندير هاد العمليه هادي باش كنحيد دوك الاثار ديال الاصابع ديالي من الوجه ديال الحرشه، ما كيبقاوش فيها الاثار تاع الصباع، يعني كتبقاو هكا. راه كيبان لكم يعني الفيديو راه شارح كلشي. هذا الشكل ديالها كي كتشوفوا من بعد ما قاديتها في المقله مباشره. دابا غادا ناخذها ونوضعها على النار. بالنسبه للنار ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش عاوتاني خفيفه، يعني تكون متوسطه. كي كتشوفوا راني تنوضع هكا المقله ديالي وكنبقى مره كنكحز ليها الجناب، يعني باش ما تحمرش لكم من الوسط ويبقى لكم الجناب بيضين. كي كتشوفوا مره كنبدا هكا نجر في المقله باش حتى الجنيبات حتى هما ياخذوا حقهم في الطياب. فاش كيبدا ينشف لكم اولا كتنشف لكم الجهه التحتانيه ديال الحرشه، غادي يبدا يبان لكم الوجه ديال الحرشه كيدير واحد الفقاعات اولا واحد النفاخات. كتاخذوا اي حاجه عندكم في الدار، شي بلاطو اولا طبسيل يكون هكا مسطح. انا خديت هذه ديال العود كتحطوها على الوجه ديال الحرشه وكتبداو تديو فيها وتجيبوا باش ما كيبقاوش دوك النفاخات هكا كباينين، باش كيولي السطح ديالها مقاد. يعني ما تضغطوش، غير كتحطوها وكتبداو تديو فيها وتجيبوا، يعني ما تضغطوش عليها. من بعد ما تحمرات فخديتها قلبتها كي كتشوفوا كنمسح المقله باش هذاك الزائد ديال السميده ما يلصقليش في الوجه ديال الحرشه ويخسر ليها الشكل ديالها. وكنعاود ندهنها بشويه ديال الزبده وكنقلب الحرشه كي كتشوفوا بعد ما تحمرات من الجهه التحتانيه. وحتى يعني حتى هي مره كتبداو هكا تحركوها من الجناب كاملين باش كتاخذ حتى هي حقها في الطياب وكتجي كلها محمره. وهذا هو الشكل ديال الحرشه ديالنا كيف كتشوفوا ما شاء الله راه كتجي كلها محمره وما كتجيش نهائيا كما شفتوا ما فيهاش يعني ما جاتش مشققه او مكسره، كتجي كامله ما شاء الله يعني صحيحه وكتجي محمره. يعني راه الشكل ديالها راه يعني راه شاكرها. فانا تسنيت عليها واحد شويه حتى يعني دفات عاد باش قطعتها. غنقطعها معكم بطبيعه الحال باش تشوفوا شكلها ما شاء الله كيفاش كتجي. يعني كتجي طايبه ما كتجيش يعني مدقصه وكتجي محمره من الجهتين. تقدموها هكذا مع الزبده ولا العسل اولا المربى ولا الفرماج، يعني على حسب الذوق ديالكم. كتجي ما شاء الله طريه. انا غنقطعها معكم باش تشوفوا انها راه كتجي طريه ما كتجيش نهائيا كارمه ولا قاصحه. فعلا ناجحه 100% بالنسبه للمبتدئات، يعني غتولي وصفه اللي معتمده عندكم. نتوما شوفوا ما شاء الله راه كتجي طريه. كنتمنى ان شاء الله اقتراح اليوم ينال اعجابكم. وصلت النهايه ديال الفيديو، شكرا لكم بزاف على المشاهده. نتلاقى بكم مره اخرى على قناه وصفات ادم وكريم. مع السلامه.